في سنة 2020 عبده المكسيكي صحي من النوم قال لك ايه الزهق ده؟ المهم بيع المنوفية، ولا بلاش المنوفية عشان الناس بتزعل، فقال لك فكك من المنوفية فيها أمناء شرطة كتير وبتاع هينفخوهم، نبيع كفر الشيخ ونجيب صفقة برتقان كده ولا حاجة عشان أنا بحب البرتقان وأحطه في القصر وأقعد آكل برتقان. المهم قال لك ايه المشكلة دلوقتي في الرعاية عامة الشعب اللي هم ايه ساكنين في الحتت اللي عجباني وعايز ابيعها دي. طب اعمل ايه؟ اطلع يا ابني على مجلس الشعب فصل لي قانون على مقاسي كده، بس انا عايزه في نفس اليوم، مش عايزين صداع. طلع القانون ووافق عليه في نفس اليوم. قال لك خلاص تمام. طيب القانون ده عبارة عن ايه؟ قال لك القانون ده يدي الحق الرئيس الجمهورية ان هو اي منطقة في مصر تعجبه انزع ملكيتها وارمي قرشين للناس اللي ساكنة فيها بدافع المنفعة العامة. طبعا المنفعة العامة مش المنفعة دي مش هتعود على الدولة المصرية، لا هتعود على الدولة الإسرائيلية، هي مش دولة أساسا، على الكيان الإسرائيلي. وده اللي حصل من يوميها يا حاج، عمال يهجر ويهد ويربي في ملاليم ويبيع ويقبض بالدولار. طب الفلوس دي بتروح في خزنة الدولة ولا شفنا منها أي حاجة؟ حتى 120 مليار دولار اللي جم من دولة الخليج مساعدات لا ترد، والله ما شفنا منها حاجة، اتوزعت على شوية الحرامية الكبار واحنا قاعدين نمص في صوابعنا دلوقتي. واحلى تحية لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة. اتفرجوا على البحر احسن.